الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يسعد صباحكم يا رب بكل خير والسعادة وراحة البال، اللهم أمين يا رب. امبارح والله لقيت عيالي كده مع بعضهم جايبين لي هدايا، وجوزي ربنا يحفظه لي يا رب. عملوا لي عيد ميلاد، يعني عايزة أقول لكم الحمد لله. يعني الحمد لله، فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى لكل شيء، اللهم لك الحمد يا رب. بس والله هي حاجة بسطتني وحاجة فرحتني إن حد بيفكر فيكي. الحمد لله رب العالمين. طب تعالى عشان ما نرغيش معاكم ونوريكم الهدايا اللي جايبينها لي، وبعد كده ندردش شوية مع بعض. بصوا هو لقيتهم بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده جايبين لي الشنطة دي. هي يعني بصوا هي حلوة، تليق على لبس شتوي عندي. تمام. فيها 4 سوست من هنا اهي، 3 سوست، 1 2 3، والموديل بتاعها ده. تمام. بصراحة زوجهم عجبني جدا جدا. حاجات يعني هو ده لبس، بس احسن ما انا بنجيب، اعوذ بالله من كلمة تانية. بصوا العباية الجميلة دي، عايزة نوريها لكم. هو فستان، بصوا هو فستان يعني زي اللبس بتاعي، بس هم بصراحة جايبين لي حاجات عجبتني جدا. بصوا الجمال حلو جدا. من تحت كالوشة واسعة. انا عايزة اوريه لكم اكتر اهي، ثواني. بصوا الكم بتاعه اهي. تمام. ومن هنا اهي عجبني جدا، رسمته حلوة وموديله حلو جدا. الموديلات الواسعة دي بنحبها. هو واخد من تحت من هنا اهي. تمام. واخد بقى من تحت الكالوشة الواسعة، الحاجات الواسعة خالص اهي. فالوانه يعني الوانه حلوة وهادية، بنحب الحاجات اللي هي زي كده. وده من ورا، من ورا بسوستة من هنا اهي، ومن قدام اهي. بس بجد عجبني، موديله حلو خالص. تمام. وجايبين لي برضو واحد تاني سادة، وده اهي. جايبين لي بقى واحد سادة. على فكرة هو مش واسع ولا حاجة، يعني هو مش واسع عليا، لا هو الموديل ده كده بيبقى كالوشة واسعة. بص برضو الموديل التاني نوريه لكم. وده برضو، هو برضو ده واسع، بس ده غير ده. هو ده لبس محجبات، الحاجات اللي هي بتبقى الواسعة يعني. الكم بتاعه، اللون بتاعه اصلا يمكن الكاميرا عشان مغمجاه. هو ده اللون حقيقي بتاعه، لما بنرجع ورا كده الكاميرا ما بتبقاش جايبه اللون بتاعه، ده اللون بتاعه. تمام. ومن هنا اهي، وبسوسته من قدام. هي بسوسته بقى لحد تحت، فده عايز طرحه هو الكاميرا كاتماه في هنا كده زي ما انتم شايفين، كاتمه اللون. واسع برضو، كالوشته واسعه من تحت، بصوا عامل ازاي، لكن من فوق يعني هو كده بس مد بقى بوسع من تحت. بصراحه عجبني خالص. الحاجات اللي هم جايبينها لا ده احسن من زوجي. بصوا واسع ازاي، من هنا واسع ازاي. فعجبوني بجد، عجبوني.
بجيب برضو الحاجة. بص برضو البوك ده ربنا يحفظهم لي يا رب، ويحفظ لكم اولادكم يا رب، ويبارك لي في عمر جوزي، ويبارك في اهاليكم وفي حبايبكم وفي ازواجكم يا رب، اللهم امين. بصوا بقى ده البوك ده ينفع لسهرات، ينفع، هو حلو عاجبني يعني. بصوا موديله حلو ويعني خفيف مش تقيل. وايه تاني يا ربي؟ كاتبالي هدية لأحلى ماما، هدية لأمي، هدية لأغلى أمي حبيبتي يا ملك. طبعا هم مشتركين، هم ملك وياسين وباباهم. وحلق برضو ده، وحاجات هي شغلها بإيديها كده. هنا برضو الله على الجمال، سبحة وقلم، واللي هي بتاعت التسبيح اللي بتتلبس في الايد دي. ودي برضو توك للشعر اللي هي الاستك. العيال دلعوني. ودي برضو برفن. ايه الدلع العيال دلعوني ده يا ناس؟ ايه ده؟ روج. بصوا بقى انا وجعت على كنز مع عيالي. حاجات كده دي ملك بتشتغلها، اللي هي الحاجات اللي هي الخرز في البيت دي. بصوا عامله ايه، بصوا الختم اللي عاملاه بيضحك. ودي واحده كده برضو، وديت عقد، ودي زي اللي هي عامله. بصوا تقريبا ما بقيش نشتري اكسسوارات من بره او حاجه من بره. بصوا ملك عاملاهم ايه، بصوا الجمال بتاع الخرز. وعامله لي برضو واحده كمان اهي، بنعشق حاجه اسمها لون ابيض، تحس كده اللون سبحان الله بيبقى لون الخير كده. عملت لك اكسسوارات جميله والله، تسلم ايدك يا احلى مالك. ربنا يخليكم لي يا رب يا عيالي، ويخلي لكم اولادكم يا رب، ويبارك لي في عمر جوزي يا رب، ويدي من السما للارض هو وازواجكم يا رب واهاليكم، اللهم امين يا رب. والله انا عايزه اقول لكم الحاجات دي فرحتني جدا يعني. بصي كفايه بس ان حد فكر فيك، كفايه ان هم عيالك يعني. هم لسه عيال بس يعني بيقدروك، وجوزك يقدرك، الحمد لله رب العالمين، ده اكبر نعمه واكبر فضل من ربنا. بصوا عامله ايه، زي ما تكون حاجه بتضحك كده. وعامله عقد ابيض برضو، هي عارفه ان انا بحب اللون الابيض، اعوذ بالله من كلمه انا. وعامله برضو واحد تاني، بصوا الجمال. تسلم ايدك يا ملك. لا ده لسه في حاجه تاني، ايوه والله ده انا ناسياهم. وبرضو بتاع برفن اهيت، دي زي ريحه الياسمين كده، زي ياسمين اللي عندي في القناه، اختي وحبيبتي. وهنا برضو سلسله على حرف الام، وبرضو اكسسوارات اهيت، وجايبه توك برضو، وبندان. تسلم ايدك يا احلى ملك. ودي السبحه، اللهم بارك يا رب، احلى حاجه يعني. بص ان عيالي فاكريني بيها هي دي، اللهم بارك يا رب. بصوا الجمال، اللهم صل على كامل النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص جمال السبحه وقلم. واللي هي ديت
بسم الله الرحمن الرحيم. نعملها بس كده موجة دلوقتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي هي بتاعت التسبيح دي بجد انا فرحانه بيهم خالص. يمكن الهدايا كلها جميله ما شاء الله، اللهم بارك فيهم يا رب، وبارك في اولادكم جميعا يا رب، خلي لي جوزي يا رب، اللهم امين، ويبارك لكم في ازواجكم وفي اولادكم وفي اهاليكم، اللهم امين يا رب العالمين. الهديه كلها حلوه، بس اغلى حاجه عندي هي دي اللي افتكروني بيها فعلا. الحمد لله يا رب، اللهم دمها علينا نعمه جميعا يا رب، اللهم امين. وحبيت طبعا انتوا اخواتي، حبيت نوريكم الحاجه اللي عيالي جايبينها لي. بصوا بقى، انا عايزه نقول لكل اخت مخنوقه زهجانه عندك حاجه في بيتك، استبري استبري، ان مع العسر يسرا. عايزه نقول لكم اختكم اللي قدامكم دي شافت حاجات كتير في حياتها، والله انا شفت حاجات اعوذ بالله من كلمه انا بصي يمكن ما حدش يستحملها، بس بعد الصبر ربنا بيكبر بخاطرك، فاستبري وما تقوليش مثلا جوزي كذا عيالي كذا. استبري استبري وانت صامته، استبري وانت ما بتفتحيش بوجك لا تقولي كلمه يا رب في بوجك. استبري عشان بيتك وعيالك وحياتك، ومهما تكون حاجه جايه عليكي ما تسمحيش لحد يتدخل في حياتك يخرب لك بيتك، وما تطلعيش سر بيتك بره عشان ما حدش يمسك عليكي حاجه. والله عيشي كده في بيتك بامان بسلام. زهجانه امك اللي هتسمعك، فضفضي مع عمك، طلعي لي جواك صاحبتك، ما تامنيش لحد. شوفي انا بقول لك ايه، في ناس بتبقى كويسه وكل حاجه واخوات واصحاب وي بس برضو ما تامنيش لحد. اختك اللي تخاف عليك اللي من لحمك ودمك، وامك اللي تخاف عليك اللي من دمك. لكن في ناس بتبقى كويسه بس ليه تدي الناس اسرارك، او ليه كذا او ليه كذا. لا، انت زهجانه فضفضي لله سبحانه وتعالى، او لامك بعد ربنا سبحانه وتعالى، او لاختك. فانا عايزه نقول لكم شايفين اللي انا فيه ده النهارده، ايوه عشتي الحمد لله راضيه عنها. بصوا بعيش وبملح وبصوا نقول لك الحمد يا رب، وراضيه عن عشتي وراضيه عن حياتي، اللهم لك الحمد يا رب. بس انا بقول لكم ما فيش بيت ما مرش بمشاكل. انا شفت عوده شعر راسي اعوذ بالله من كلمه تانية، واستحملت وقفلت بوجي وما فتحتوش الا لربنا بس. هتلاقي ربنا جبر بخاطرك في جوزك، انت لو في حاجه بينك وبين جوزك هتلاقي ربنا جبر بخاطرك في عيالك. فاسمعي مني والله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى خزاينه واسعه. واما تزهقي اجري على المصلاه، خدي ركعتين لله، عيطي وقولي ربنا اللي وجعك، عيطي واركعيها كده وقولي يا رب انا فيها كذا، انت اللي عالم بحالي، انت يا رب اللي بتطلعني من اللي انا فيه. امك فضفضي معاها زي ما قلت لك بقى، وربنا يصلح حالكم وهيصلح حالنا جميعا يا رب، اللهم امين. يلا بقى نسيبكم في فيديو النهارده كده، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى تدعموني باللايك والكومنت الحلو اللي زيك عشان عيلتنا تكبر بقى، عايزين عيلتنا كده تزدهر اكتر واكتر، وربنا يسعدكم في بيتكم جميعا يا رب العالمين. يلا نسيبكم في رعايه الله، مع الف سلامه.